سنة 1930 قررت فرنسا الاحتفال بمرور قرن على احتلال الجزائر، وراحت تحشد العشرات من المشاهير والصحافة العالمية لتريهم ما صنعته من حضارة وتعمير في الجزائر طيلة قرن من الزمن، وتطمس بذلك جرائمها وإبادتها لأصحاب الأرض، وتؤكد أنها تحمل رسالة الحرية والحضارة لإفريقيا. ومن بين الشخصيات التي كانت على قائمة المدعوين ليرى عاصمة شمال إفريقيا الجزائر العاصمة كان تشارلي شابلن أشهر ممثل في تلك الفترة. ورغم أن شابلن اعتذر عن الزيارة لأسباب صحية، فإن الفرنسيين كانوا مصرين على الزيارة حتى تحققت في سنة 1931. ويعود إصرار الفرنسيين على زيارة شابلين إلى الجزائر كونه أحد أبرز الشخصيات الفنية المعروفة بدعمها للحرية وبغضها للاضطهاد، وهو ما يمنح الفرنسيين مصداقية أكبر في الاحتفالية المئوية لتواجدهم في الجزائر، وينفي عنهم صفة المستعمر المغتصب للأرض. لكنه صدمهم بروايته للحقيقة واستفزازهم بقول: عندما أسمع كلمة جزائري أحس بالرومانسية والرقي. من مدينة نيس الفرنسية انطلقت رحلة شارلي شابلن إلى الجزائر، إذ استقل منها القطار نحو مارسيليا بصحبة شقيقه سيدني وصديقته ماي ريفز. ركب شابلن سفينة لا موريسيار التي تعودت أن تقوم برحلات منتظمة بين مرسيليا والجزائر، وكان برنامجه يتمثل في الإقامة يومين بالعاصمة، ثم الانتقال بعدها إلى مدينة بوسعادة السياحية، فمدينة بسكرة الصحراوية، ليعرج على قسنطين المبنية على الصخور. ولعدة أسباب ألغي البرنامج، وزار أسطورة السينما الصامتة مدينة الجزائر ومدينة بوسعادة فقط. احتشد الآلاف من الجزائريين والمعمرين الأوروبيين أمام ميناء الجزائر في مشهد غير اعتيادي لاستقبال النجم العالمي وأسطورة السينما الصامتة شارلي شابلن. بعد وقوف سفينة لاموريسيار بدأت الهتافات والتحيات تنهال على شابلن من الجزائريين والمعمرين الذين بدت صورتهم غير مألوفة وغير متجانسة على حافة الشوارع، وهو ما لاحظه شابلن بسرعة. وما إن وصل موكبه إلى فندق أليتي المطل على البحر المسمى حاليا بفندق السفير والمملوك للحكومة الجزائرية، حتى تحجج شابلن بالتعب ورفض إجراء لقاءات صحفية ليتهرب من مدح فرنسا وأفعالها في الجزائر. وكتب شابلن في السجل الشرفي لمشاهير زوار الفندق: أشكر سكان الجزائر على حفاوة الاستقبال. ولم يتمكن شابلن من مغادرة الفندق بسبب توافد الجزائريين على الفندق ومحاصرته، حبا وإعجابا بشخصيته التي كانوا يرون فيها العداء للأغنياء، وصديقا للفقراء والمظلومين والمضطهدين. وبعد أيام استطاع الممثل البريطاني التجول في أحياء العاصمة، وأغرم بالأحياء الجزائرية العتيقة على غرار حي القصبة التاريخي وشارع تانجي الشهير الذي يعج بالناس والتجار والحرفيين. لكن النجم البريطاني صدم من البؤس الذي يعيشه أهلها بسبب التمييز العنصري، وفي نفس الوقت أعجب بكرم الجزائريين ورفعتهم وطيبتهم التي لا تعكس الصورة التي روجها عنهم الاستعمار. وبعد جولته في الأحياء الجزائرية بعيدا عن الشوارع الفرنسية المطلة على البحر، عاد شابلن إلى الفندق وهو مكتئب ونادم على الورطة الذي وضعه الفرنسيون فيها، وقرر ألا يخرج من الفندق مجددا متحججا بالمرض. وغادر شابلن مسرعا العاصمة متجها جنوبا نحو مدينة بوسعادة الخلابة ذات الطابع الصحراوي، ليرتاح من هول ما شاهده في العاصمة من بؤس واضطهاد. لكنه ازداد تألما حيث رأى الاستعمار يضرب بقوة أبنائها الذين أضعفهم القهر والجوع، وكان يقارن بين الأوروبي والجزائري لتتضح عنده الصورة تماما: إنه في بلد مستعمر. وعندما عاد شابلن من بوسعادة إلى العاصمة أصيب بالإحباط، ورفض أن يعقد ندوة صحفية، مبررا ذلك بمرض الإنفلونزا الذي أصابه. غادر بعدها نجم السينما الصامتة شابلن الجزائر وفي قلبه غصة مما رأته عينه. وخصص شابلن جزءا معتبرا عن الجزائر في مذكراته، إذ أشاد بالشعب الجزائري وكان يقول: عندما أسمع كلمة جزائري أحس بالرومانسية والرقي. ظل شارلي شابلن متمسكا بمواقفه لصالح الشعوب في الوطن العربي وغيره، وندد بالحروب وبالإبادة، لدرجة أنه لقب بعدو الاستعمار. وتحتفظ الجزائر بذكرى شابلن الذي أحب شعبها وتعاطف معه إبان الاستعمار، بحيث أحيت بعضا من التظاهرات الخاصة به، ومن بين ذلك ذكرى ميلاده.